انسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي. ما داويتيش كاين شي قلب على اللي يكويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف. ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضره كتجي كتهرسها له. وإلا كنتو حكومه ديال الباترونه شريو مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم. السيد الوزير، الخطب الملكيه دائما كتحث الحكومه على العنايه بالشعب، وشعارنا دائما هو الدوله في خدمه الشعب. لهذا خاصكم توفروا العيش الكريم المواطن المغربي، التعليم، الصحه، السكن، الشغل للجميع. هذه هي التمغربية. كيفاش بغيتيه يحس بالتمغربية ويحترم البلاد ويحترم القانون؟ انسان ما قريتيش كتجي كتقول له ما مربيش خاصني نعاود لك الترابي. ما سكنتيش 40 متر بناها في جماعه قرويه اولا في حي شعبي كتجي كتريبها له. ما داويتيش كاين شي قلب على اللي يكويلو اولا على اللي يبخ عليه بالكيف. ما خدمتيش دار كروسه ديال الخضره كتجي كتهرسها له. وهنا بدا الغلاء المهول في مختلف المواد اللي عندها ارتباط بالفلاحه واللي ناتج بالاساس عن فشل المخطط الاخضر. وتصورنا واضح بخصوص ثمن البيع النهائي للمواطن. زيت الزيتون ما خصوش يتعدى 30 درهم لترو، زيت المائده 10 دراهم، السردين 3 دراهم الى غلا، بطاطا، مطيشه، فلفله، البصله، هادو مواد اساسيه ما خصهاش تعدى 2 دراهم في بلادنا لانها بلاد فلاحيه طبعا. العدس، اللوبيا، الحمص 10 دراهم، البيض درهم، الدجاج 10 دراهم، اللحم ما خصوش يفوت 50 درهم الكيلو. الا كنتو فعلا حكومه منبثقه من الشعب هذه هي الحلول، والا كنتو حكومه ديال الباترونه شريو مع راسكم النقابات وزيدوا هلكوا الشعب كما هلكتوا التعليم، والعواقب ستكون وخيمه اكثر من اللي راها دابا. وشكرا.